قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. إحنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. إحنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاعة ناس أحياء. كان الحسن الثاني وهواري بومدين خصمين، لكن الحقيقة أن العلاقة بين الرجلين لم تبدأ بالعداء. جلسا معا، تبادلا الحديث، والتقيا في زمن كان فيه حلم بناء مغرب عربي قوي لا يزال حاضرا. لكن بعد سنوات قليلة فقط تغير كل شيء، وأصبح الرجل الذي كان الحسن الثاني يتعامل معه كرئيس لدولة جارة على الطرف الآخر من واحدة من أخطر المواجهات السياسية في تاريخ المنطقة. فماذا حدث بين الحسن الثاني وبومدين؟ كيف تحولت العلاقة بينهما من التقارب إلى صراع مفتوح على مستقبل المنطقة؟ ولماذا أصبحت قضية الصحراء النقطة التي لم يعد بعدها شيء كما كان؟ والأهم، ماذا قال الحسن الثاني نفسه عن بومدين بعد كل ما حدث؟ في هذه الحلقة من True Stories لن نحكي فقط قصة خلاف بين رئيسين، بل قصة رجلين، دولتين، وصراع ترك آثاره على المغرب والجزائر إلى يومنا هذا. لفهم ما سيحدث لاحقا بين الحسن الثاني وهواري بومدين، يبدأ أولا ناحد إلى السنوات الأولى التي أعقبت استقلال الجزائر. فالعلاقة بين المغرب والجزائر ما كان مجرد علاقة بين دولتين جارتين، بل كانت محملة بتاريخ طويل من التضامن ومن الآمال في بناء مغرب عربي موحد، ولكن أيضا بخلافات حدودية ورثتها المنطقة عن المرحلة الاستعمارية. في المغرب كان الحسن الثاني قد اعتلى العرش سنة 1961، وهو ملك شاب وجد نفسه منذ البداية أمام تحديات داخلية وإقليمية كبيرة. أما في الجزائر فقد خرجت البلاد سنة 1962 من حرب استقلال طويلة ومدمرة، قبل أن تدخل سريعا في صراعات سياسية داخلية انتهت بصعود هواري بومدين إلى قمة السلطة بعد إزاحة أحمد بن نوبلة سنة 1965. لكن قبل ذلك كان حدث خطير قد ترك أثرا عميقا في العلاقات بين البلدين: حرب الرمال سنة 1963. المواجهة كانت قصيرة، لكنها كشفت حجم الخلاف الحدودي بين المغرب والجزائر، وتركت وراءها أزمة ثقة ستستمر لسنوات. وعندما أصبح بومدين رئيسا للجزائر، لم يكن أمامه فقط بناء دولة جديدة، بل أيضا التعامل مع جار يقوده ملك له رؤية مختلفة تماما لطبيعة الحكم ولمستقبل المنطقة. الحسن الثاني كان ملكا يستند إلى مؤسسة ملكية عريقة، بينما خرج بومدين من المؤسسة العسكرية ومن الثورة الجزائرية، وكان يحمل مشروعا سياسيا يقوم على الجمهورية والاشتراكية ودعم حركات التحرر. ظاهريا كان الرجلان مختلفين في كل شيء تقريبا، لكن المفاجأة أن هذا الاختلاف لم يمنع محاولة فتح صفحة جديدة. فبعد سنوات من التوتر بدأت الرباط والجزائر تبحثان عن طريقة لتجاوز إرث حرب الرمال. وهنا تبدأ المرحلة الأكثر إثارة في القصة، لأن الحسن الثاني وبومدين اللذين سيصبحان لاحقا رمزين لواحدة من أكبر الخصومات في المنطقة، حاولا في مرحلة من المراحل الوصول إلى تفاهم حقيقي. والسؤال هو: هل كان الرجلان قريبين فعلا من إنهاء الخلاف بين المغرب والجزائر؟ خلال أواخر الستينيات وبداية السبعينيات بدأت العلاقة بين المغرب والجزائر تعرف تحسنا ملحوظا. لم تختفي الخلافات فجأة، ولم تتحول العلاقة إلى صداقة شخصية بالمعنى البسيط للكلمة، لكن الرجلين أدركا أن استمرار المواجهة بين المغرب والجزائر لن يخدم أي منهما. بدأت اللقاءات والاتصالات السياسية تتكثف، وظهرت رغبة في تسوية الملفات العالقة، وكان الملف الحدودي واحدا من أهمها. وبالنسبة للحسن الثاني
كان الاستقرار مع الجزائر ضروريا حتى يتمكن المغرب من التركيز على مشاكله الداخلية وعلى استكمال واحدته الترابية. أما بومدين فكان يريد بدوره تثبيت مكانة الجزائر كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا والعالم الثالث. وفي سنة 1978 وصل التقارب إلى محطة مهمة مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر. للوهلة الأولى بدا وكأن واحدا من أخطر الملفات بين البلدين أصبح في طريقه إلى الحل. وهنا تحديدا تظهر المفارقة الكبرى في قصة الرجلين. ففي الوقت الذي كان فيه الحسن الثاني وبومدين يحاولان إغلاق صفحة الخلاف الحدودي، كان ملف آخر يتشكل في الجنوب، ملف سيصبح أخطر بكثير من الحدود الشرقية، الصحراء الغربية. كانت إسبانيا لا تزال تسيطر على الإقليم، والمغرب يعتبره جزءاً من أراضيه التاريخية ويسعى إلى استرجاعه. ومع اقتراب نهاية الوجود الإسباني بدأ السؤال الكبير: ماذا سيحدث للصحراء بعد رحيل مدريد؟ بالنسبة للحسن الثاني الجواب كان واضحاً: استرجاع الأقاليم الصحراوية يمثل قضية وطنية مركزية. لكن بالنسبة للجزائر بقيادة بومدين كانت القضية تقرأ من زاوية مختلفة مرتبطة بمبدأ تقرير المصير وبالتوازنات الإقليمية. ومن هنا بدأ التباعد. في البداية كان سياسيا ودبلوماسيا، ثم أصبح أكثر وضوحا. وببطء بدأ الملف الذي كان من المفترض أن ينتهي بخروج إسبانيا يتحول إلى صراع إقليمي. وكانت سنة 1975 هي اللحظة التي ستقلب العلاقة بين الرجلين رأساً على عقب. في سنة 1975 دخل ملف الصحراء مرحلة حاسمة. إسبانيا كانت تستعد للخروج، والمغرب رفع من وتيرة تحركاته الدبلوماسية والسياسية. ثم جاءت المسيرة الخضراء. في 6 نوفمبر 1975 استجاب مئات الآلاف من المغاربة لنداء الحسن الثاني واتجهوا نحو الصحراء في حدث أصبح واحدا من أشهر أحداث عهده. بالنسبة للمغرب كانت المسيرة الخضراء لحظة تاريخية لاستكمال الوحدة الترابية. لكن في الجزائر كان الموقف مختلفا جذريا. بومدين تبنى دعم جبهة البوليساريو ومبدأ تقرير المصير، بينما اعتبر المغرب أن الجزائر تحولت عمليا إلى الطرف الإقليمي الرئيسي المعارض لموقفه في الصحراء. ومن تلك اللحظة لم يعد الخلاف مجرد اختلاف في وجهات النظر بين رئيسين، أصبح صراعا استراتيجيا. الحسن الثاني كان يرى أن المغرب يسترجع أرضا يعتبرها جزءا من تاريخه ووحدته الترابية، وبومدين كان يقدم الموقف الجزائري باعتباره دفاعا عن تقرير المصير. وبين الروايتين دخلت المنطقة في مواجهة ستستمر لعقود. ثم جاءت واحدة من أكثر اللحظات قسوة في الأزمة. في نهاية سنة 1975 قررت السلطات الجزائرية طرد أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين في الجزائر في حدث بقي حاضرا بقوة في الذاكرة المغربية. أغلقت بذلك مساحة كبيرة كانت لا تزال موجودة للمصالحة، وأصبح الرجلان يقفان على طرفي مواجهة سياسية وإقليمية مفتوحة. لكن الصراع لم يتوقف عند البيانات والمواقف الدبلوماسية. فمع بداية سنة 1977 ستصل الأزمة إلى مواجهة عسكرية مباشرة في أمغالا، وهناك أصبح احتمال المواجهة المباشرة بين المغرب والجزائر أكثر واقعية من أي وقت مضى. في بداية سنة 1979 وقعت مواجهة أمغالا في الصحراء، وهذه اللحظة مهمة جدا لفهم حجم التدهور الذي وصلت إليه العلاقة بين الحسن الثاني وبومدين. لم نعد أمام تصريحات متبادلة أو خلاف دبلوماسي. القوات المغربية وجدت نفسها في مواجهة عناصر من الجيش الجزائري داخل منطقة النزاع، وسقط قتلى وأسر جنود جزائريون. كانت الرسالة خطيرة: المغرب والجزائر
اللذان حاولا قبل سنوات قليلة تسوية خلافاتهما أصبحا قريبين من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة جديدة. لكن الحرب الشاملة لم تقع، وبدلا منها أخذ الصراع شكلا آخر. المغرب أصبح الطرف الرئيسي الذي يسيطر على الإقليم ويدافع عنه عسكريا، بينما أصبحت الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا. وهكذا تحولت المواجهة بين الحسن الثاني وبومدين إلى ما يشبه صراعا غير مباشر طويل الأمد، لكن اختزال العلاقة بينهما في الكراهية الشخصية سيكون تبسيطا للتاريخ. وهنا تظهر أهمية الشهادات التي قدمها الحسن الثاني نفسه بعد سنوات. ففي كتاب الذاكرة ملكه لما يعود ما كمله علاقاته مع قادة المنطقة وإلى الأزمات التي عاشها المغرب، نجد أمامنا ملكا يقرأ الأحداث بمنطق المصالح وموازين القوى، وليس فقط بمنطق الخصومات الشخصية. وهذه نقطة أساسية لفهم بومدين أيضا. كان الرجل خصما قويا للمغرب في قضية الصحراء، لكن الصراع كان أكبر من شخص الحسن الثاني وأكبر من شخص بومدين. كان صراعا حول شكل المنطقة بعد الاستعمار، حول الحدود، حول النفوذ، وحول من سيحدد موازين القوى في المغرب العربي. ثم وبينما كانت المواجهة لا تزال مفتوحة، وقع ما لم يكن متوقعا بهذه السرعة: مرض هواري بومدين. وفي ديسمبر 1978 توفي الرئيس الجزائري عن عمر لم يتجاوز 46. اختفى أحد أهم خصوم الحسن الثاني من المشهد، لكن المفارقة أن المشكلة التي وضعت الرجلين وجها لوجه لم تختفي معه. رحل هواري بومدين سنة 1978، لكن الملف الذي كان في قلب مواجهته مع الحسن الثاني استمر، بل إن السنوات التالية أثبتت أن ما حدث بين الرجلين لم يكن مجرد خصومة شخصية يمكن أن تنتهي بوفاة أحدهما. استمرت قضية الصحراء، واستمر دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، واستمرت العلاقات المغربية الجزائرية في المرور بين فترات من التقارب وأخرى من التوتر. أما الحسن الثاني فسيبقى في الحكم أكثر من 20 سنة بعد وفاة بومدين، ويعيش مراحل جديدة من الصراع والحرب في الصحراء، وبناء الجدار الدفاعي والتحولات الدبلوماسية، ثم محاولات إعادة فتح صفحة جديدة مع الجزائر. لكن عندما نعود اليوم إلى صور الحسن الثاني وبومدين وهما يجلسان إلى جانب بعضهما أو يتصافحان ويبتسمان أمام الكاميرات، تبدو تلك الصور مختلفة تماما، لأننا نعرف ما سيحدث بعد ذلك. رجلان حاولا تجاوز حرب الرمال، بلدان وقعان اتفاقا لتسوية مشكلة الحدود، ثم ظهرت قضية الصحراء وتحول التقارب إلى واحدة من أكبر المواجهات السياسية في تاريخ المغرب العربي الحديث. وربما هنا تكمن المفارقة الحقيقية في قصة الحسن الثاني وبومدين. لم تكن العلاقة بينهما صداقة كاملة، تحولت فجأة إلى كراهية، ولم تكن عداوة منذ اليوم الأول، كانت علاقة تحكمها السياسة. اقترب الرجلان عندما التقت مصالح بلديهما، واختلفا عندما أصبحت رؤيتهما لمستقبل المنطقة متناقضة. مات بومدين سنة 1978، وتوفي الحسن الثاني سنة 1999. لكن بعد عقود من رحيل الرجلين ما زالت الصحراء والعلاقات المغربية الجزائرية من أكثر الملفات تعقيدا في المنطقة. ولهذا لما ننظر إلى تلك الصورة القديمة التي تجمع الحسن الثاني وهواري بومدين وهما يتصافحان، فإننا لا نشاهد مجرد صورة لرئيسين، بل نشاهد لحظة من تاريخ كان يمكن أن يسير في اتجاه مختلف تماما. فهل كان الصراع بين المغرب والجزائر حتميا؟ أم أن لحظة ما ضاعت بين الحسن الثاني وبومدين وكان من الممكن أن تغير تاريخ المنطقة؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. وإذا أردتم أن نفتح في الحلقة القادمة ملفا آخر من الملفات التي عاشها الحسن الثاني
مع أبرز قادة عصره. اشتركوا في قناة ترو ستوريز وفعلوا زر الجرس، لأن خلف الصور الرسمية توجد دائما قصة أخرى.